وما يحدث الآن هو نتاج لمراحل سابقة، لسياسات سابقة. لو تداركت الأقطار المغاربية ما جرى في مصر وما جرى من قبل في العراق ويجري في اليمن لا قامت بشيء. يظهر أن القادة المغاربة دون أن أسميهم إما أنهم لم يدركوا هذا الخطر، وإما أن البعض منهم متواطئ مع أطراف أجنبية. إذا تدعم فكرة البروفيسور دبش ما يحدث في ليبيا لم يكن يمكن له أن يحدث دون تواطئ أطراف، دون ضوء أخضر، دون تواطئ أطراف مغاربية وعربية. أنا لا أسمي دوري هنا ليس لتسمية الأنظمة، لكن لبيب بالإشارة يفهمه. والجميع هناك يفهم. أنظمة متآمرة وتآمرها ليس من اليوم. طيب حتى نوضح الصورة أكثر دكتور، غارة أمريكية على ليبيا الجمعة الماضي، الغارات ستأتي منتظرة وبتنسيق أكبر بين دول التحالف أو الحلف الأطلسي. النتائج الأولى كيف ستكون على ميدانيا عسكريا؟ من المتضرر بعد تونس ومصر والجزائر؟ لا قدر الله وتفاقمت الأوضاع، المتضرر الأكبر سيكون الجزائر، وهذا ما لا أتمناه بطبيعة الحال. الجزائر بثقلها بموقعها الجيوسياسي. نحن المستهدفون؟ نحن المستهدفون. نحن المستهدفون لأنه الجزائر كان لها مواقف في التاريخ، مواقف كبيرة. الجزائر من الدول التي عبأت العالم الثالث ضد السياسات الأمبريالية في مرحلة تاريخية ما. وليس صدفة كل الدول التي وقفت في وجه الاستعمار الجديد دفعت الثمن. يوغوسلافيا، العراق، مصر. يعني دكتور في النهاية الرسائل المتعلقة بالمناسبة بقيت بروتوكولية، لأننا تفاعلنا على الأقل بما جاء في رسالة الرؤساء. كنا قد لو تتذكر البروفيسور دبش كانت سنوات لم تكن حتى الرسائل لم تكن موجودة، فقلنا غاب المغرب العربي كاتحاد وكهيكل وحتى كرسائل تهاني بين الرؤساء. هذه المرة في رسالة السبسي، رسالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حتى العاهل المغربي كانت هناك كلمات تقريبا متشابهة. هو هذا التهديد الأمني الذي يجب أن يلتقي بسببه القادة من أجل التنسيق. حتما الكل يشعر بالخطر، وخاصة هذه الأنظمة الثلاث. أنه ليبيا انتهت، لم يعد هناك نظام في ليبيا. دول ثلاث، الجزائر، المغرب الأقصى وتونس، تشعر بالخطر. تشعر بالخطر، وإذا لم تسرع وتتدارك الموقف وتقوم بحد أدنى من التنسيق لمواجهة هذا الخطر، هذا هو السؤال الذي سيأتي عليها، سيأتي على المنطقة. واضح دكتور. ولو أننا سنطرح السؤال مباشرة على البروفيسور جدي في قسنطينة. أولا استمعت بروفيسور إلى ضيفينا هنا بالعاصمة، هل توافق على ما جاء في التحليل؟ وسؤالي الثاني المباشر، كيف يمكن التدارك إذا كان فيه أصلا تنسيق بين هذه الدول الثلاثة؟ تفضل. شكرا أخي كريم على هذه الاستضافة، ومرحبا بزملائي في الاستوديو. أولا، هو بالنسبة لاتحاد المغرب العربي هو أكثر من مجرد تنسيق. يعني التنسيق هو الأمني الضروري الآن، هو سياسة من السياسات. الجزائر تنسق مع مالي، تنسق مع دول الساحل، تنسق مع أمريكا في مسألة الإرهاب، وليس بينها وبين هؤلاء اتحاد. شوف مليح المسائل في مجلس تعاون دول الخليج، لما كانت المسألة سياسات نوقشت داخل مجلس التعاون، تم التدخل العسكري في البحرين، وتم رسم سياسة القوة العربية، وتم رسم سياسة التدخل في سوريا، وعلى هذا الأساس تم إحراج المغرب، ورفضت المغرب استقبال أو عقد القمة العربية
على أساس أنه ربما بعض الأطراف تسعى للتدخل العربي في سوريا. فالسياسات ترسم داخل الاتحاد. هل هذا الاتحاد الذي نأمل أن يكون إطار تشاور يتم فيه نقاش مثل هذه السياسات المتعلقة بالتهديدات الأمنية الآن؟ هذا هو السؤال. هل يعتقد القادة أن هذا الاتحاد هو إطار ضروري مهم لمعالجة مثل هذه السياسات ولتذويب الخلافات ولفهم حجم هذه التهديدات؟ أشك أحيانا أن الكثير لا يفهم ولا يقدر حجم هذه التهديدات. نحن الآن شوف مليح بالنسبة لليبيا التدخل العسكري بدأ. هذه الحكومة هي من أجل شرعنة التدخل العسكري، من أجل شرعنة قيام قواعد عسكرية في ليبيا. التدخل العسكري تم حتى قبل أن تشكل هذه الحكومة. بروفيسور جدي، التدخل العسكري بدأ حتى قبل أن تشكل هذه الحكومة. نعم هو التدخل العسكري يحتاج فقط إلى حكومة تطلب هذا من المجتمع الدولي. يعني مسألة شكلية مش مسألة رسم سياسة. لكن الآن التدخل العسكري بدأ مع الضربة الأمريكية، والضربة الأمريكية كانت بالتنسيق مع الحكومة الليبية الموجودة الآن، وهذه لها أهدافها. يعني الآن لما نشوف الوضع في ليبيا الآن يجب أن يعرف الجزائريين، يعني الوضع في ليبيا الآن هو منقسم حقيقة، ما فيش دولة حقيقة، ما فيش حكومة، ولكن فيه جهة في الشرق وجهة في الغرب معادية لداعش. يعني داعش موجودة الآن في سرت وفي بعض المناطق. هل يمكن لهاتين الجهتين بحكومة وبتدخل إقليمي في إطار اتحاد المغرب العربي وفي إطار دولة قوية جارة اللي هي الجزائر شكل من أشكال التدخل أن يتم القضاء على داعش؟ يتم القضاء على داعش، لأنه كل المجتمع الليبي والمجتمع الإقليمي عدو لهذا الفصيل، ولأنه لا يملك امتداد كبير ولا يحتاج إلى تدخل دولي. إذا التدخل الدولي هو من أجل نقل الصراع. لاحظ أن القاعدة بدأت في آسيا ثم انتقلت إلى أفريقيا، داعش بدأ في آسيا ثم ينتقل إلى أفريقيا، في أجندة. إذا هذه تحتاج إلى أكثر من تنسيق. نحن الآن السياسة التي يجب أن ترسم، ونحن نتحدث عن اتحاد المغرب العربي الذي هو أضعف أشكال الاتحادات الإقليمية في العالم سياسيا، اقتصاديا، من حيث الموارد، من حيث الدخل القومي، من حيث الناتج المحلي. يعني شيء عجيب، يعني شيء عجيب. حتى من حيث التفاوض مع الضفة الشمالية في أوروبا، دول هي اتحاد ولكن تتفاوض منفردة وتدفع ثمنا كبيرا. وهي الآن التنسيق في السياسات، يعني المغرب بينه وبين الجزائر نزاع، ليبيا الآن دولة غير موجودة، موريتانيا هي من أكثر الدول تخلفا، ولكن الجهتين الجزائر تجمع بين الجهتين. لماذا لا يجتمع القادة الآن ويتحاورون؟ ماذا نريد من هذا الاتحاد؟ ما هي التهديدات وما حجمها؟ كيف تتم مواجهتها؟ مش تتم مواجهتها تحت الطاولة. الجزائر تستضيف جهة ولها سياسة معينة مع ليبيا حتى لا تدخل في صراع مسلح، والمغرب تتجه إلى جهة أخرى، وتونس تتجه إلى جهة أخرى، وليبيا تدفع الثمن، ومنها بقية الدول تدفع الثمن الذي تدفعه ليبيا. أنا أظن أن رسم السياسات هو السبيل قبل التنسيق، لأنه الآن لا نختصر الأزمة الليبية في مجرد تنسيق استخباراتي أو تنسيق عسكري، هي أكثر من هذا، هي أكثر من هذا. التنسيق هو تبادل المعلومات، لكن الدول الحدودية التي ستواجه هذا الخطر هي تونس والجزائر. هل سنكتفي بالتنسيق بين تونس والجزائر؟ التنسيق موجود، الجيش موزع. ماذا تريد يا بروفيسور؟ بروفيسور، لنتحدث، لنضع النقاط على الحروف. ماذا تريد أكبر من التنسيق؟ ماذا تريد؟ أكثر من التنسيق الاستخباراتي، أكثر من التنسيق العسكري. التنسيق سيأتي، لأنه التنسيق مسألة عسكرية استخباراتية. هذا يتم، التنسيق موجود، التنسيق موجود منذ سنوات. ولكن نريد رسم سياسات تبين اقتناع هؤلاء القادة بحجم اتحاد المغرب العربي، وأنه الإطار لمعالجة المشاكل. يا أخي مسألة الصحراء الغربية نضعها بين قوسين، مثل ما وضعت قبرص بين قوسين في الاتحاد الأوروبي، توضع بين قوسين، لا تؤثر تماما، ما تكونش عندها حتى علاقة به، هي مسألة أممية.
مسألة أممية الآن، ويجب أن يقتلع القادة وينكسر الجدار الجليد بين القادة، أن المسألة هذه ينبغي أن توضع بين قوسين، وإلا كل الأخطار، كل التخلف، حتى الضعف الاقتصادي يبقى مستمر. وإذا أردت أن نتحدث عن الضعف الاقتصادي لهذه الدول وأنها خاضعة للتبعية لدول أوروبا بسبب الاتفاقات المنفردة، بسبب هذا التنافس الخفي، بسبب التواطؤات من بعض الجيران من هنا ومن هناك، هذا سيضر. بروفيسور، واضحة الفكرة. سوف أطرح السؤال على الدكتور نصر الدين بوسماحة الذي استمع إلى الجميع. هل يمكن وضع قضية الصحراء الغربية بين قوسين مثل ما وضعت قبرص بين قوسين كما يقول الدكتور أو البروفيسور جدي؟ قد يقول قائل اتحاد المغرب العربي تأسس في العام 89 والقضية الصحراوية كانت موجودة ولم يعرقل هذا أن يؤسس الاتحاد. اليوم ليست مسألة تأسيس أو هياكل أو غير ذلك، اليوم مسألة إرهاب تنامى، وضعية أمنية تحيط بالمغرب العربي قد تنسف بالكل. تفضل. شكرا. في البداية السلام عليكم وعلى ضيوفك الكرام والمشاهدين الأعزاء. السؤال الذي طرح: هل كان بالإمكان أن تترك قضية الصحراء الغربية مثل ما فعل الأوروبيون وتركوا قضية قبرص جانبا وأسسوا الاتحاد الأوروبي؟ أنا نرجع لك فقط إلى مسألة الإرادة السياسية. لو كانت هناك إرادة سياسية فعلية لبناء اتحاد مغرب عربي كتنظيم إقليمي يتولى المهام لتحقيق الأهداف التي أنيطت به، لا تمكنت هذه الدول أو القادة من وضع قضية الصحراء الغربية وقضايا أخطر منها وأسسوا هذا الاتحاد. لكن في ظل انعدام هذه الإرادة هناك في بعض الأحيان نختلق الأسباب ونتحجج بها ونتمسك بها حتى يمكن القول أنها تعيق بناء هذا الاتحاد المغاربي، لأن قضية قبرص في البداية كانت أعقد من ذلك، والقارة الأوروبية كانت تحمل خلفها تاريخ من الحروب والخلافات والنزاعات وحقات كبيرة. لكن إدراك الأوروبيين فعل إرادتهم وتغيير العقليات والمبادئ التي بنيت عليها الدول الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية ولت قناعة بتأسيس هذا التنظيم. الآن في المغرب العربي هذا الشيء لم يتوفر لدى القادة، ممكن يكون على مستويات لدى بعض النخب المثقفة أو الجمعيات المحلية، لكن بالنسبة لصانع القرار حسب رأيي الشخصي هو غير موجود على الإطلاق. وراك قلتها الآن في السؤال لما طرحت، قلت الآن هناك تحديات جديدة. كان من المفروض هذه فرصة جديدة تقول بأن هذه التحديات تهدد هذه الدول في عمقها. أصبحت مسألة وجود هذه الدول ممكن أن تؤدي إلى كوارث بالنسبة لكل هذه الدول لأنها معنية بهذه التهديدات. كان عليها أن تتجاوز هذه الخلافات وتسعى إلى إيجاد إطار يساعدها على التعامل مع هذه التحديات. أعطيك مقارنة بسيطة، دائما نقارن العرب مع الأوروبيين. نقارن اتحاد المغرب العربي مع مجلس دول التعاون الخليجي، نعاني نفس المشاكل، لكن عندما بدأ ما نسميه بين قوسين الحراك العربي، مس سوريا، مس مصر، مس تونس، مس أيضا اليمن، ونذكر أنه مس أيضا البحرين. لكن دول مجلس التعاون الخليجي عندما أدركت أن انتشار هذا الأمر في البحرين سينعكس عليها اتحدت، اجتمعت في ظرف طارئ وسريع وليس في إطار جامعة الدول العربية، واتخذت قرارات وأنهت كل مظاهر الاحتجاج في البحرين. يا دكتور، ما الذي يمنع أن تجتمع دول المغرب العربي مثل ما اجتمعت دول الخليج لما شعرت أن تهديد البحرين هو تهديد لها بالكامل؟ اليوم ليبيا، ما يحدث في ليبيا، التدخل العسكري، وجود التنظيمات الإرهابية سيهدد الجميع. بصراحة ما الذي يمنع اجتماع القادة المغاربة؟ قلتها لك الآن من البداية: غياب أو انعدام إرادة سياسية صريحة وواضحة لبناء هذا الاتحاد من أجل أن يكون كتلة للدفاع عن مصالح هذه الدول. الآن هنا ممكن نفتحوا نقاش ونتكلموا. ممكن تقول لي هي دول 5،
عن ليبيا، أين نبحث عن هذه الإرادة؟ ليبيا من قبل الدولة لم تكن موجودة بالنمط التي كانت فيه، وحاليا هي مفككة وفيها فوضى كبيرة. تونس تعاني أزمات داخلية كبيرة وتحتاج إلى مساعدة. موريتانيا أيضا مسألة الانقلابات والضعف الداخلي وحتى الضغط الذي تتعرض منه دول أوروبية. أيضا بالنسبة للمغرب الشقيق هناك أيضا حسابات مع دول أخرى، فيه نوع من التحالف السياسي مع فرنسا، ونعرف بأن فرنسا تدفع بقوة وبقوة كبيرة نحو تدخل عسكري في ليبيا. فرنسا هي سبب المأساة الليبية الحالية، يجب أن نذكر هذه 3 سنوات 4 يمكن نسيانها. فرنسا كانت وراء مقتل القذافي، الرئيس ساركوزي وقتها. يعني كان هناك قضايا لو أثيرت حول ما يتعلق، الآن أصبح القضاء الفرنسي يثير هذه مسألة تمويل الحملة الانتخابية للرئيس ساركوزي. لم يتم تمويلها فقط من أموال السيدة العجوز بيطونكور أو بعض الشركات التي تلاعبت، أيضا كان هناك تمويل غير شرعي من نظام القذافي، وتدخل كان دفع إليه النظام الفرنسي بقيادة ساركوزي، أطاح بنظام القذافي وكان وراء مقتل الزعيم الليبي معمر القذافي. إذا هناك الأمر لا يجب أن نحصر التدخل العسكري فقط في هذا الأمر، هناك حسابات أخرى. يجب أن لا ننسى بأن ليبيا هي بلد نفطي غني جدا، فيه ثروة طبيعية هائلة، الكل تسيل لعاب الكل يحتاج إليها، مساحة جغرافية كبيرة، هي بوابة لشمال إفريقيا. أيضا مسألة تدفق الهجرة التي أثرت على أوروبا، التحكم فيها ينبغي أن يتم من الأراضي الليبية وليس في البحار. هذه واحدة أيضا من الأمور التي تدفع نحو دكتور بوسماحة، واضح ولو أنك لم تجبني على سؤالي. قلت لماذا أنت قلت لي غياب الإرادة، وأنا أسأل مرة ثانية وعليك أن تجيب بعد قليل لماذا لا توجد هذه الإرادة؟ من المرتبط بالأجندات؟ من المرتبط بمصالح؟ لنقل الأمور كما يجب أن تقال، حتى لأن التاريخ لا يرحم، ومن طبيعة التاريخ أيضا ألا ينسى. نلتقي بعد قليل. المغرب العربي، التحدي الأمني في صلب نقاش برنامج في دائرة الضوء. هذه الأمسية كنا قد توقفنا بروفيسور دبش عندما قاله الدكتور نصر الدين بوسماحة، وقبلها البروفيسور جدي، غياب الإرادة. يجب وضع القضية الصحراوية بين قوسين كما فعل الأوروبيون بالنسبة لقضية قبرص. يمكن للتنسيق أن يبقى بين الجزائر وتونس. غياب الإرادة معناه أن المغرب العربي سيلغى كفكرة أم ماذا؟ ما الذي يحدث بروفيسور؟ بصراحة. شكرا أستاذ كريم. أولا بالنسبة لقضية الصحراء الغربية، أنت أجبت جزء منها، أجبت عليها فيما قلت أن القمة العربية اتحاد المغرب تأسس والقضية الصحراوية كانت موجودة فعلا. إذن وكذلك نزيد نروح معك في هذه أن قضية الصحراء لم تكن موجودة والمغرب ضرب الحدود الجزائرية في 63. صحيح. إذا المشكل بين المغرب والجزائر لا علاقة له بالقضية الصحراوية. المغرب هو الذي يفتعل قضية الصحراء الغربية اللي هي قضية أممية، قضية بين المغرب وقضية بوليزاري، والمغرب يريد أن يلصقها بالجزائر، يقدر يلصقها بأي دولة. عندك 100 دولة تعترف بالصحراء الغربية، إذا كلهم معنيين بهذه. الجانب الآخر أستاذ كريم، ما نظلمش الجزائر. بالنسبة أن الجزائر، احنا في العلوم السياسية ندرس واحد النظرية يقولها النظرية الوظيفية الجديدة، اللي تتكلم عن التكامل في العلاقات الدولية، تتكلم عن التكامل. الجزائر جسدت الوظيفية الجديدة ودول المغرب العربي الآخرين ما جسدوهاش. ما هي الوظيفية الجديدة؟ أن الدول التي تجمعها ثقافة وحدود ولغة ما يجعلوهاش أولوية في البداية، يجعلوا المصالح الاقتصادية هي الأساس. جسدت المصالح الاقتصادية. أنبوب الغاز وين راه يمر؟ يمر على المغرب. احنا عندنا تقريبا 4 ملاير مع المغرب الآن دولار تجارة واقتصاد. المستفيد الأول من هذه الدرجة الأولى هو المغرب. يمر على تونس. نعم، ونفس الشيء، وأنا جايك لتونس نفس الشيء. الجانب الطرقات، الجزائر جسدت 1200 كيلومتر من المغرب إلى من الحدود إلى الحدود. صحيح. هذا مشروع اتحاد المغرب العربي. يصل حتى نعم. حتى مشروع اتحاد المغرب العربي. المغربية. العلاقات مع تونس
60% من السياحة، وزير السياحة ورئيس الحكومة التونسي أتى زار الجزائر في أفريل ولا في ماي السنة الماضية من أجل تشجيع السواح الجزائريين باه يروحوا لتونس، والجزائريين يشكلوا رصيد كبير الآن إلى تونس. وأنقذوا موسم الاستواء. الآن إذا موضوع أن الإرادة السياسية غير موجودة في الجزائر. بالعكس الإرادة السياسية عند الآخرين غير موجودة. لماذا؟ أستاذ كريم، لماذا؟ نعطيك الدليل. احنا عشنا الإرهاب في التسعينيات، شكون يقف معك؟ ولا واحد يقف معك. احنا كنا تحت وضع خطير جدا، وهذو كل الدول كانوا سجناء أو سجيني إرادات أخرى اللي كانت تعمل للإرهاب في الجزائر. على الأقل تونس لم تغلق الحدود. أستاذ مزرق أشار إلى نقطة مهمة جدا. الدول اللي تبنت مواقف ضد الكيان الصهيوني، جبهة الصمود والتصدي، كلها ضربت. العراق، اليمن، الجزائر، ليبيا، سوريا، ومنظمة التحالف الفلسطينية خلقوا لها حماس وكذا وقسموها. اسمح لي. نعم ندمع مواقف القوية للجزائر، مواقف ثابتة للجزائر. إذا ما لازمش أبدا أننا نصغر من هذا الجانب، ومش ممكن أبدا نفكر بأن قضية الصحراء الغربية هي قضية 100 دولة تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية، وقضية ربما يا دكتور ربما البروفيسور جدي يقول يعني بين قوسين ما نعملهاش بقوسين. لا، هو قال دعوها في اطار الامم المتحده. ربما على الاقل وضحت. ساعطيه الكلمه. لا طيب ساعود اليك اسمح لي يا استاذ ننهيك النقطه هذه فقط باختصار. كاتب الدول الامريكي الكثير منا يتكلم بمغالطه حول ماذا؟ مثلا إذا تبنينا بأن القذافي ونظام القذافي أطيح به لأنه لم تكن له جيش قوي ودولة قوية. أنت تعرف وأنا نعرف الذي قتل القذافي وأطاح بنظام القذافي هو الحلف الأطلسي، وليس الشعب الليبي. أكيد. إذا كانت تبنينا الموقف المقاربة الغربية بأن الشعب الليبي هو الذي أطاح والحلف الأطلسي، أنا نقول لك الحلف الأطلسي هو الذي أطاح بالقذافي. وإذا تبنينا موضوع التدخل أننا نزكي أي تدخل أجنبي اللي طاح بجميع الأنظمة الأخرى. إذا لابد نفهم الدروس كما أشار الأستاذ مزاق، نتعلم الدروس من الحديث نتاعنا. إذا ما لازمش أبدا ننساق وراء إعلام قوي، وراء سياسة قوية لفرض طروحات تاع مغالطة وليست واقع. يعني طيب دكتور مختار مزاق، إذا غابت هذه الإرادة لنكون صرحاء، الرسائل إذا تبقى بروتوكولات، تبقى كلمات فضفاضة مناسباتية في ذكرى تأسيس اتحاد المغرب العربي، في الوقت الذي يتحدث البعض فيه عن فتح الحدود البرية. لكن أعتقد الأهم هو هذا التنسيق الأمني، الأهم هو تجارة المخدرات والجريمة المنظمة، هو الجماعات الإرهابية التي وبفعل وبسبب التدخل العسكري والقصف الجوي قد تصل إلى الحدود الشرقية لليبيا وهي مع الجزائر، إلى التهديد على تونس وعلى موريتانيا. يعني أنت قلت منذ قليل ربما لا يدركون، لهذه الدرجة لا يدركون؟ طالب في العلوم السياسية سنة أولى يدرك هذه المخاطر، الذي لم يدرس حتى لا، ربما عندما قلت هم لا يدركون أنا لطفت من تعبير متعمدون. البعض فيهم متآمر هكذا وتابع مسلوب الإرادة. بعض الأنظمة في المنطقة وليس في المغرب العربي فقط، في المنطقة العربية مسلوبة الإرادة، هي عبارة عن بيادق لتنفيذ استراتيجيات. طيب إذا كان الأمر هكذا دكتور سأسرع، إذا كان الأمر هكذا ما هي الاستراتيجية التي يراد للمنطقة أن تكون عليها بصراحة؟ المزيد من التفتيت، المزيد من التجزئة، حتى تتمكن الدول الغربية من الاستحواذ على الثروات، ما بقي من الثروات، حتى تتمكن من الدفاع عن أمنها وأمن إسرائيل. طيب تفتيت ليبيا، تقسيم ليبيا، إنشاء قاعدة عسكرية بتونس. طبعا. ونحن أنا مع الأستاذ دبش. الجزائر بثقلها تاريخي وموقعها الجيوسياسي وإدراك بعض قادتها لما يجري في المحيط في الجوار وفي العالم، يمكن لها أن تلعب دور. إنه السياسة أولويات، بترتيب لأولويات. الأولوية اليوم بالنسبة لأقطار المغرب العربي قالها صراحة لتوماس شانون عفوا، قال بأن الجزائر ترفض هذا التدخل العسكري، وكان حتى في اللقاء الذي جمعهما كان موقف الجزائر صريح. لا، وهي محقة الأمريكيين. وتوماس شانون هنا في الجزائر، كريستوفر روس أيضا موجود لتحضير زيارة بان كيمون. هل أمريكا
تريد للجزائر أن تلعب دور ما دكتور؟ أمريكا وفرنسا يسعوا بشتى الطرق لإقحام الجزائر، لإقحام الجزائر وتخليها عن بعض المبادئ التي سارت عليها حتى الآن. ومن ضمن هذه المبادئ مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير. لكن الأمر تجاوز ذلك، تجاوز ذلك. الآن ما يجري في ليبيا هي حرب حقيقية وتدخل عسكري أجنبي. لا يمكن للجزائر أن تبقى متفرجة. أكيد أنا لا أدعو لتدخل الجزائر، لكن لا يمكن أن تبقى متفرجة. واضح. مبدأ أو الدعوة لمبدأ عدم التدخل تجاوزت في الأحداث اليوم. فيه تدخل، عقيدة الجيش فيه تدخل، عقيدة الجيش الجزائري، لكن تدخل قائم في ليبيا. في ليبيا تدخل قائم. الحدود لا يمكن أن تكتفي بذلك؟ والله هذا حد أدنى. بمعنى أن الحد الأدنى اليوم أن تؤمن الجزائر حدودها مع ليبيا وغير ليبيا. بذلك يقوم الجيش بذلك. كانت هناك حالة استنفاق قصوى على بالنسبة للجيش على مستوى الحدود الشرقية. هذا الحد الأدنى. الحد الأدنى. لابد للجزائر أن تضغط بكل ما لها من ثقل في المنطقة على إيجاد حل سياسي والإسراع في ذلك، وإلا ستتجاوز الأحداث الجميع. وأقرب البلدان إلى ليبيا جغرافيا وتاريخيا هي الجزائر. طيب بالنسبة للمغرب وموريتانيا، أنت مع احترامي للدول، موريتانيا لا ثقل لها في المعادلة، لا ثقل لها، لكنها دولة تونس لا ثقل لها. ليبيا تدمر، لم يبقى في المنطقة إلا الجزائر والمغرب. المغرب ضمن الاستراتيجية، وهناك تنافس بين الدولتين لفرض إرادتهما في المنطقة. لذلك كتب اليوم مع فارق، نعم، أن الجزائر تعتمد على إمكاناتها وقدراتها بالنسبة للتسلح وغيره. أما المغرب فالذي يدفع فاتورات المغرب هي دول عربية لا أذكرها بالاسم، معروفة، هي معروفة لدى الجميع. طيب يراد للبلدين أن يدخلان في سباق تسلح؟ أن يدخل في سباق تسلح، ولما لا أن يدخل في صدام مباشر. والمستفيد من ذلك هي قوة إقليمية في المنطقة. كلام مهم جدا. وفي مقدمتها إسرائيل. أنا أصر في كل مرة، أنا اللعبة الأساسية وأنبه هي إسرائيل إلى هذا، وحتى بالنسبة لسوريا هي حماية إسرائيل بطبيعة الحال. كلام مهم جدا. بروفيسور جدي، ما رأيك في هذا الاستنتاج الذي خرج به الدكتور مختار مزراق؟ تفضل. وفي الحقيقة فيه بالنسبة للأمريكان والفرنسيين يتعاملون مع هذه الجهة على أساس أنهم حراس لأجيالهم ولثرواتهم المستقبلية، لا يتعاملون معنا في إطار التنمية. نحن حينما يأتي مسؤولو هؤلاء هذه الدول يتحدثون فقط في ملفات الإرهاب، رغم أنها مهمة، ملفات الهجرة، ملفات الجريمة المنظمة، ملفات الساحل، لكن الكلام القليل أو حجمه قليل فيما يتعلق بملفات التنمية. فنحن ما زلنا يراد لنا أن نبقى خاضعين اقتصاديا وسياسيا. المنطقة هذه يراد لها حقيقة عدم الاستقرار والتفكيك، لكن أنا لا أسير إلى درجة أنه يراد إنشاء حرب بين المغرب والجزائر. لا، هذا غير ممكن، ولا أظن أنه هذا موضوع الآن. صحيح أنه يكفي المشاكل بين البلدين، يكفي غلق الحدود، يكفي ملف المخدرات، يكفي هذه المسألة التي أعاقت كل أنواع الاتحاد والتنسيق والتكامل الاقتصادي. يعني فيه الكثير من القرارات يا أخي، لو طبقت هذه القرارات لزادت في موارد هذه الدول. في الكثير من القرارات لو طبقت ما كان هناك فراغ سياسي وفراغ تستغله دول أخرى، سواء كانت دول عربية ولا دول غربية، وتدفع هذه المنطقة إلى نوع من سباق التسلح. في كل سنة لما تنشر التقارير، يعني الجيش الجزائري والجيش المغربي يتصدران، يعني وراء دائما الجيش الجزائري يتقدم على الجيش المغربي، ولكن دائما في صعود، فيه نفقات تسليح حتى بالنسبة لدول الخليج. في عشرات الآن
روسيا الآن وهي في حربها الإجرامية ضد سوريا أيضا تسوق وتبيع الأسلحة لدول الخليج وتساعد الفصائل يعني الفصائل والميليشيات مثل الفصائل الكردية وغيره، وتفتح لها الطرق وتدعمها، رغم أن السياسة العامة هي محاربة كل من يحمل السلاح ضد الدولة. فلا شك أن هناك الدول العربية أيضا تسلح جماعات مسلحة في سوريا، بعض دول الخليج أيضا تسلح جماعات مسلحة في سوريا. نعم هناك نعم هي فيه استراتيجية. هذه الدول كلها حتى التدخل السعودي اللي تنادي بالتدخل السعودي والتركي داخل سوريا هو لإيقاف روسيا ولإنقاذ المناطق التي يسيطر عليها الثوار، ولكن حتى روسيا هي غير بريئة من هذا، فالجميع يهدم. الحرب لا تأتي بحل، وهذه الحرب يراد لها أن تنتقل إلى ليبيا لتنتقل وتتغذى من النزاعات. أنا الذي أريد بالنسبة للجزائر هي القاطرة، هي الدولة القائدة لقاطرة المغرب العربي، وراها مباشرة هي المغرب، لأن المغرب تمتلك من البشر وتمتلك من الإمكانيات ما يثري الجزائر وما تثرى به هي من الجزائر. فترسيم نكون شجعان، القادة ينبغي أن يكونوا تستدعى قمة الاتحاد المغربي لتناول هذه المسألة، ويكون فيه شجاعة في الطرح. انتهى عصر الآن فيه شجاعة، الآن الدول دخلت في الحروب. لاحظ جيدا كيف السعودية في 4 سنوات تدخلت في 3 دول، يعني كانت غير معروفة السعودية على الساحة الدولية، غير الدولة فقط تبيع النفط وعندها بعض المواقف لا بد من قراءتها وتأويلها، لكن الآن مواقف واضحة. 5 سنوات تدخلت في 3 دول، هذا لم يصرح حتى الولايات المتحدة الأمريكية. الآن الدول ينبغي أن تكون صريحة الآن في اتخاذ مواقفها. لابد أنه الآن نسير خطوات شجاعة. ترسيم الحدود مع المغرب ينبغي أن تكون فيه شجاعة للشعبين للقيادتين، والناس يستوعبون في السياسات في التدريس، يستوعبون هذه المسائل. بروفيسور دبش يريد فقط أن يتحدث بخصوص بعض النقاط التي أثرتها. تفضل بروفيسور. لا، أولا السعودية ليست لها إرادة سياسية محلية بذاتها أكثر منها تدخل في إطار الاستراتيجية الغربية، ودول الخليج بصفة عامة هي تتدخل لتجسيد الاستراتيجية الغربية التي انطلقت في 2011. وتلاحظ أن ما هو موجود الآن أن هناك تصنيفات، الذين هم ضد الأنظمة الشرعية يسمون بالديمقراطيين المعتدلين والمسلحين المعتدلين، والعكس صحيح. الآن لما دخلت روسيا في وهنا أجيب السؤال اللي طرحته على الأستاذ مزراق، أنا أتفق مع الأستاذ مزراق، أن لما دخلت روسيا كشفت العملية أن هؤلاء لا علاقة لهم بما يسمى أنهم مرتزقة موظفين، بغض النظر عن الفرز مسلح معتدل ومسلح غير معتدل. نفس الشيء في ليبيا يا أستاذ. لماذا أمريكا الآن تدخلت وضربت في الجمعة الماضية، ضربت أنصار أطراف لا ينسجموا، أطراف إرهابيين، وتركت إرهابيين آخرين. هي تعلم أين يتواجدون، تعرف أين يتمركزون، كل شيء موجود. كل الميليشيات الموجودة في ليبيا كلهم إرهابيين. لماذا مجموعة يطلقوا أنهم إرهابيين ومجموعة غير؟ إذا مشينا حتى في سوريا سميت الكل إرهاب. نعم كلهم إرهابيين. إذا صنفنا أن هناك إرهابي معتدل وإرهابي غير معتدل، نحن نؤسس للخطر الكبير. طيب سأعود إليك بروفيسور، سأعطي الكلمة حتى لا ننسى إلى الدكتور نصر الدين بوسماحة. دكتور نصر الدين بوسماحة، أنت تحدثت عن الإرادة وأنا عقبت على كلمة الإرادة، أضاف لنا البروفيسور جدي الشجاعة. القمة المغربية هل ستكون حلا ولو مؤقتا لتلاقي الرؤى؟ هل هذا ممكن؟ شكرا. وربما أتدارك مسألة لأقول لك بأن البروفيسور جدي كان أحسن تعبيرا مني عندما قال الشجاعة وليس الإرادة. فقط أذكر ما قلت لي في تعقيبا على سؤالي. في البداية أظن أنني كنت واضحا عندما قلت لك أن ليبيا غائبة، تونس في ورطة، موريتانيا أيضا لا تلام كما قال الأستاذ مزراق، هي الحلقة الأضعف. وأعتقد أنني كنت صريحا عندما قلت أن هناك تحالف وتوافق سياسي عجيب ما بين المغرب وفرنسا باعتبارها
أكبر دافع للتدخل العسكري في ليبيا. وأتذكر أننا في حصة سابقة كنا تحدثنا عن المبادرات ذات النوايا الصادقة للجزائر لحل الأزمات بشكل دبلوماسي، ولها خبرة ومصداقية كبيرة في هذا المجال، لكن للأسف كان دائما يشوش عليها بمبادرات جانبية ليس الغرض منها الحل ولكن إضعاف المبادرات الجزائرية. وكان عندنا مؤتمر صخيرات اللي تكلمنا عليه. الآن هنا نعود إلى نقطة ثالثة، هل يمكن أن تكون لقمة عربية مغاربية أمل أو قدرة على إيجاد حلول أو مغاربية دكتور؟ قمة عربية مغاربية وليس عربية. العربية رفضها المغرب وموريتانيا لن تستطيع، والسعودية قد تستضيف القمة للم شمل التحالف ضد الإرهاب. أتحدث عن المغاربية، لكن عفوا القمة المغاربية. دعني أعمم، لا قمة ليبية ولا قمة مغاربية ولا قمة عربية قادرة على أن توجد استراتيجية وتوحدها وتضع طريق معين لمواجهة هذه المخاطر، لأن الشجاعة غير موجودة أعود، والإرادة غير موجودة، والتحالفات ما بين دول عربية وقوى غربية أقوى من التحالفات التي من المفروض أن تكون موجودة ما بين الدول العربية. في إطار وضع مأساوي ومؤسف. أنت كنت استشهدت من قبل بالتاريخ، نعم قلت التاريخ لا يرحم، نعم التاريخ سوف لن يرحم أحد. هذا الوضع مؤسف جدا، دول عربية متناحرة فيما بينها، وصلت إلى مستويات من العداء لا مثيل لها في التاريخ. دول عربية تتربص بدول عربية أخرى وأشد عليها من الدول الغربية، في بعض الأحيان حتى تنهى أنها تريد أن تنتقم ليس فقط من النظام لوحده، حتى من النظام والشعب. لهذا نقول لك أن المسألة أعقد بكثير. وهنا نعاود نقول ونرجع نأيد الأستاذ مزراق عندما تحدث في مداخلته السابقة وأشار إلى مسألة ضرورة مراجعة بعض المواقف في بعض الأحيان. نعم الجزائر موقفها حكيم عندما لا تنجر إلى النزاعات العسكرية، لكن في بعض الأحيان الأطراف التي تدعوها للحلول السلمية لا تستجيب. أليس من حق الجزائر أن تكون لها خطط بديلة وأن تفكر في أن يكون لها حلفاء على أرض الواقع، أن تدعمهم عسكريا لأن تحمي حدودها أو مصالحها أبعد من الحدود، أن يكون هناك طرف موالي للجزائر؟ بالله عليك هناك أطراف موالية لدول خليجية في دول في ليبيا، كيف لا يكون هناك أطراف موالية للجزائر؟ من حقنا أن يكون لنا هذا. وأردت فقط لو تسمح لي يا دكتور لو تسمح لي في هذه النقطة، يجب أن نلاحظ شيئا واحدا: التدخل العسكري الغربي الآن في كل الوطن العربي له نموذج واحد، قصف جوي مكثف من الدول الغربية، ومن يخوض العمليات الحربية هم من أبناء البلد ومن أبناء الدول العربية. أن نفهم بأن الدم العربي أصبح بالنسبة لهم رخيصا إلى أبعد الحدود، يموت الآلاف ويموت قد ما يموت، لكن هم يكتفون بالقصف الجوي ويحققون أهدافهم ويكون لهم حلفاء على الأرض. هذه النقطة التي ينبغي أن نتوقف عندها أيضا. هذا هو شكل التدخلات العسكرية الحالية. كنت أريد التوضيح فيما يخص نقطة إيجاد حلفاء مسلحين في ليبيا. بالنسبة لنا نحن البلد الوحيد الذي يقف على مسافة واحدة مع كل الفصائل الليبية، لذلك عملت الجزائر على هذا التفاوض وعلى الحل السلمي الذي أصبح بصوت خافت اليوم وسط هذه التدخلات العسكرية والأجندة كما قلت أنت بالذات العسكرية. الخطط والاستراتيجيات الموجودة بين الكبار أكبر بكثير وأقوى بكثير من أي لقاء يكون بين الدول المغاربية للأسف الشديد. دكتور مزراق، ما دام تحدث عن فكرتك، إلى ما تدعون؟ إلى أن يغير الجيش من عقيدته؟ إلى أن نتدخل بشكل آخر؟ قد يفهم على أننا ندعو إلى تدخل الجيش خارج الحدود، وهي عقيدة التي يرفضها إطلاقا. دعني فقط أنبه إلى أمرين. تفضل. كثير من المحللين يتحدثون عن غياب طور الجامعة العربية التي هي في الحقيقة تحولت إلى فاجعة وليست جامعة، وهي التي تسببت في تدخل الحلف الأطلسي في ليبيا وعدم حزمها في كثير من المواقف في معالجة الكثير من القضايا، سواء تعلق الأمر بالعراق أو اليمن أو سوريا.
فتح الباب على مصراعيه. على فكرة حتى البيان غير موجود. طبعا فهمت. الآن الحديث عن اتحاد المغرب العربي هو ضرب من الخيال. لم يعد هناك اتحاد، رغم شكل الاتحاد قائم، رغم أن الشعوب لو تتصفح الفيسبوك، لو تتصفح طبعاً المواقع، لا زالت الشعوب تحلم بهذا المغرب العربي المتلاقي بين الكل، وهذه الاتفاقيات بين البلدان، وأن تذهب إلى تونس وإلى المغرب وإلى موريتانيا. حلم الشعوب سواء في المغرب أو في المشرق أكبر بكثير من حلم الأنظمة. الأنظمة لها حلم واحد فقط: كيف تحافظ على نفسها ومصالحها، إلا من رحم ربي، حتى لا أقول كل الأنظمة، وهي قليلة، لأنه مسؤوليات درجات أيضا. نعم. وهي قليلة جدا. الآن هل مطلوب من الجزائر أن تكتفي بما فعلته حتى الآن في مواجهة هذا هو السؤال. مطلوب منها أكثر. أنا سبق وأن قلت ما معنى أكثر؟ هي لم تقم حتى الآن، نتيجة معطيات لم تقم إلا بالحد الأدنى في رأيي. حتى اللقاءات التي يمكن لها أن تقوم، هناك أمور تقوم بها الجزائر في الكواليس ولا يتحدث عنها الإعلام. ألم يقل العمامرة نحن دبلوماسية لا تحدث الضجيج؟ فقط أنا نزيد ندعم الأستاذ كلام مزرق. نعم أستاذ. روسيا سوريا النقاش مفتوح. نعم. سوريا سمحت لروسيا للتدخل، انقذت. علاه رانا قاعدين نشوفوا فيلم واحنا كل على فرنسا وامريكا، نروحوا لروسيا، نروحوا للصين، نروحوا علاه قاعدين لاصقين في امريكا وفرنسا. فرنسا عمرها ما تحب لك الاستقرار في المنطقه هذه، لان اعتبرها سلبت منها بالقوه وغيرها. الولايات المتحده لها استراتيجيه واحده اخرى متكيفه. كتبت الصحافه نعم. على ان روسيا قد تطالب الجزائر بالتدخل العسكري، هذا ممكن. نعم. انا نقول لك اكثر من هذه، تسمح لي استاذ كريم واسمح لي استاذ مزداق ربما. تفضل. اولا لازم نحدوا المفاهيم باه نعرفوا كيف نتعارفوا، لان زميلي الاستاذ كان يتعرض الى حلفاء الجزائر، تخلق حلفاء ليبيا. وين حلفاء؟ هذو مرتزقه، موظفين بلجيكيين فرنسيين، 1500 واحد فرنسي خالصين ما بين 1500 اورو ل 2000 اورو على حسب المهمه اللي يخدم بها، ما يسمعلكش. تقصد الموجودين في ليبيا وفي سوريا في التنظيمات الارهابيه. نعم. هذو موظفين. هذا مرتزق موظف لا ما يسمعش السياسه، يسمع التنفيذ فقط، تجيه الاوامر ينفذها. الجزائر ما عندها تعامل مع هذه الناس. زايد حاجه اخرى استاذ، الناس راهي فاهمه الشعب الليبي 65% خارج ليبيا هرب. تقريبا مليونين في مصر. صحيح. مليونين في مصر، وزوج ملايين و600. وزير الداخليه امس تونسي اكد 2 ملايين 700 ليبي، معناها تقريبا عندك بقاو 1.5 مليون فرغوها ليبيا يهيئوا فيها للتقسيم واتفاق الصخيرات. وهذا انا نقول لك هذا اللي راح نعيشوه، هذا واش راح نشوفوا. هذا ما قاله الدكتور، هذا واش راح نشوفوا، وضع راح نعيشوه. يهمنا نحن يا دكتور، يهمنا نحن. استاذ انا سؤالي كان واضحا. انا الدكتور مزراق يا بروفيسور لو سمحت. الان انتما يعني اشتركتما في فكره ان الهدف هو التقسيم. اوكي. التقسيم تفتيت ليبيا وتقسيمها بتواطؤ من ماذا عنا نحن؟ السؤال هل نبقى يعني حتى نربط الامور ببعضها، وانت ادرى يا بروفيسور لو سمحت ثواني. توماس شانون موجود هنا بالجزائر، استقبل من قبل السلطات الجزائريه. قيل الكثير عن هذه الزياره التي تزامنت مع الغاره الامريكيه على ليبيا. كريستوفر روس موجود هنا لتحضير زيارة بان كيمون، لكن يقال أيضا كلام آخر حول ربط القضية الصحراوية بما يحدث في ليبيا. هل بصراحة تتعرض الجزائر إلى خيارات أم تتعرض إلى ضغوطات، أم أنها مجبرة على التعامل مع الأوضاع بشكل آخر؟ هذا هو السؤال الصريح. أنا أجاوبه بكل وضوح. تفضل. أولا إذا تلاحظ قبل 3 أسبوع 10 أيام سفينة الولايات المتحدة راحت للمخيمات. نعم. روس عنده شهرين هو يدور هنا. بان كيمون راح يجي على 6 مارس. كاتب الدولة أمس. نعم. هذه عملية تهدئة ومحاولة كسب الفات الانتباه حتى للتدخل الذي سوف يحدث، ومن خلال تصريحات العمامرة أمس. تحضيرنا لهذا التدخل. لا مش تحضير الجزائر. إعلام الجزائر؟ لا إعلام ولا تحضير. ما معنى؟ إعلام محاولة تهدئة الجزائر، لأن الجزائر ماخذة موقف قوي ضد التدخل.
والمؤامرة أكدها أمس، قال نحن ضد نعم. التدخل. قالها لتوماس شانون على فكرة. نعم. فيه لقاء مع توماس لأن آليات شانون أجراه التلفزيون الجزائري سيبث. الآليات اللي عند موجودة عند الجزائر تختلف عن آليات دول المنطقة. نعطيك مثلا. نعم. الجزائر أولا متفقة معهم، قالوا بنحاربوا الإرهاب مع بعض، لكن الشرط يكون عن طريق الأمم المتحدة ونحدوا شكون هما الإرهابيين. نعم. لكن لما يتحدد والتدخل الروسي كشف العملية بأن الإرهابيين اللي يريدهم الأوروبيين ليسوا الإرهابيين اللي كان اللي هم موجودين في المنطقة. هناك إرهابيين مزكين ومدعمين وإرهابيين لا. هل يضرب وهذا هل تضرب أمريكا الجماعات الإرهابية التي تشكل خطر على روسيا؟ الجماعات الإرهابية التي لا روسيا تتماشى. قالت أن هناك قائمة. لا، الجماعات الإرهابية التي وظفت في وقت ما لتنفيذ استراتيجية، لكن لم ترقى بعد لتنفيذ هذه الاستراتيجية. طيب وضح لي التهدئة. التهدئة كيف يهدئوننا؟ أنت لما تجيني فقط هم أخطأوا لنسكت؟ نعطيك إذا تسمح لي نعطيك. هي تفضل. كارتر زار سوريا ومن بعد ضربوها سوريا. وسفينة أمريكا زارت صدام ومن بعد ورطوه. إذا يحبوا يدفعون لهذه الأشياء حتى يبينون بأن الخطر دائم ونحن جايين ولا بد من التفاهم معكم فقط بغض النظر عن ما يحدث في ليبيا. الجزائر عمرها، أنا من خلال تصريحات أمس اللي شفتها ومن خلال رسالة الرئيس عارفة بأن الأمريكان يريدون أنهم تقريبا يسكتون الجزائر على الأشياء، على التدخلات التي ستحدث وحدثت قبل أيام. بالنسبة للصحراء الغربية القضية؟ لا، هي قضية للتاريخ قضية الصحراء الغربية. قضية الصحراء الغربية بالنسبة للولايات المتحدة موقف الأمريكي معتدل. أمريكا أكثر إيجابية أو أقل سلبية في اتجاهات الصحراء مقارنة مع فرنسا. الجزائر، أمريكا، فرنسا، مع فرنسا. لكن الشيء اللي موجود في الجزائر، نرجع للجزائر. الجزائر أولا عندها تعبئة سياسية قوية. نعم. داخلية، حتى الأحزاب السياسية، حتى المجتمع المدني، حتى الشعب الجزائري. في تيغون توري وانت كنت معنا في الحصة في التلفزيون كيف الشعب كان هو اللي خلانا نتكلم من الموقف الجزائري، لأن الشعب الجزائري كله التف حول الجيش الجزائري في محاولة داخلية قوية. يعني الجبهة الداخلية قوية جدا وغير مفتتة ولم تخترق بعد، وحاولوا اختراقها في غردايا، حاولوا اختراقها في ورقة وفشلوا. إذا عرفوا هذا. اثنين، عندنا موضوع المصالحة الوطنية اللي يجمع الجميع، يعني ممكن يختلفوا داخليا لكن خارجيا متفقين. ثالثا، الجيش الوطني الشعبي سواء استعلامات أو لوجستيكيا على مستوى الدفاع عن الحدود جاهز، مش من السهل أبدا اختراقه بالعملية. رابعا، لازم نعرف أن الجزائر تدير علاقات دولية تقليدية منذ ما تلوحش سياستها الخارجية في سنة واحدة. فالجزائر ما زال عندها ملف روسيا، ملف البرازيل، ملف افريقيا، ملف القوى الاخرى البديله التي يمكن ان تقفها في مواجهه هذه التدخلات الدوليه. واضح انك لمحت ولم تصرح. مؤكد. اتفضل دكتور باختصار. عفوا، مؤكد ان الجزائر محل ضغوطات. هذا ما قصدت. من طرف الفاعلين الكبار في هذا، فرنسا، الولايات المتحدة، روسيا إلى آخره، لتقبل التدخل العسكري، لتقبل أجندة معينة. الجزائر حتى الآن استطاعت أن تناور، لكن أنا أقول الأحداث على الأرض قد تحتم على الجزائر في القريب المنظور أن تراجع حساباتها فيما يتعلق بما يجري في ليبيا وغير ليبيا. إذا تكثف القصف، إذا ازداد تدخل وسيحدث هذا بعد انعقاد القمة العربية في السعودية. لا، ربما رفضت موريتانيا. هي إذا رفض المغرب، الموريتانيا هي التي كان حسب الجامعة العربية. موريتانيا هي المقترحة لاستضافة القمة. وإذا رفضت موريتانيا، السعودية تريد السعودية تريد المؤتمر في إطار حتى تجد جبهة. سواء انعقدت القمة في نواكشوط أو في الرياض، في الحالتين السعودية ستلعب دورا أساسيا فيما يصدر عن القمة من لوائح، وسيجسد هذا في إطار المحور السعودي المغربي. واضح، فكرة واضحة تماما ضد موقف الجزائر. ووقتها ستضطر الجزائر مجبر آخر على اتخاذ موقف، لأنه السياسة
كما قلت عدة مرات هي فن الممكن. واضح دكتور. الجزائر الآن يراد لها أن تكون منعزلة، أن توضع في الزاوية، ولهذا الجزائر النظام الجزائري مطالب بأن يستعجل، والجبهة الداخلية مطالبة أيضا بأن تكون على استعداد لأي طارئ. والأمر واضح جدا. سأعطي دقيقة للبروفيسور جدي وأخرى للدكتور نصر الدين بوسماحة حول هذه النقطة بالذات. بروفيسور جدي، بصراحة هل تتفق مع ضيفينا هنا؟ دقيقة يعني شوف، عندي 4 أفكار باختصار أقولها. بالنسبة للموقف الجزائري يخضع لتقييم عسكري. التقييم العسكري لأنه الحرب تحدث على الحدود، ولأنه يراد إنشاء قواعد عسكرية لابد أن تتصرف الجزائر تصرفا حتى وإن أدى هذا إلى تغيير الموقف العسكري، فتغيير الموقف العسكري هو أمر سياسي يحمي الحدود الوطنية. هذه مسألة. بالنسبة للجبهة الداخلية نقول بأنه مهما انخفضت أسعار البترول، مهما صعبت ظروف المعيشة، فإن الجبهة الداخلية الجزائرية واعية جدا وتعي جيدا أنه لا يمكن التلاعب بأمن الوطن. يمكن يكون فيه ضيق، يمكن فيه تآمر، ولكن لا يمكن التلاعب بأمن الوطن ولا بالوحدة الوطنية. هذا أمر ثابت. نقطتين، اترك لي نصف دقيقة. بالنسبة لي الأخ معاك في الاستوديو يرضى بالتدخل الروسي ولا يرضى بالتدخل الأمريكي. شيء عجيب، هذا موقف عجيب. التدخل هو التدخل. كيف أنت تختلف معي حقيقة، لكن كيف سيكون ردك مع يعني موقفك مع المشاهد الجزائري؟ يرى الدمار، يرى الدمار في سوريا، يعني شيء عظيم. اسمح لي وسأختصر. لا معليش، هو ما قلتش هذا التدخل الروسي، ما قلتش دكتور. يا دكتور اسمح لي دقيقة. أنت كنت تتحدث عن المفاوضات. يا دكتور لو سمحت، أنت كنت تتحدث عن الجبهة الداخلية القوية، الجبهة الداخلية القوية لا تعني الإجماع، ولا تعني أيضا أن لا نسمي أسماء الضيوف أيضا ونحن نعرفهم. على كل ابقى معنا وأشكرك جزيل الشكر. الدقيقة انتهت. تعودنا على الوقت يداهمنا وفعلا الوقت انتهى. دقيقة للدكتور نصر الدين بوسماحة. تفضل دكتور. شكرا لك فقط على هذه الدقيقة. أعود فقط لكلامي، كنت صريح عندما قلت أليس من حق الجزائر في أن يكون لها حليفا كورقة مستقبلية؟ والكلام كان موجه في إطار الشعب الليبي. لست أدري كيف فسر ذلك، بأنني أتمنى بأن يكون لنا حلفاء من هؤلاء الذين جاءوا من أوروبا، من بلجيكا. هذا كلام مرفوض من البداية ولا يمكن أن يقصده أحد. أما خلاصة قولي، أعود وأقول لك أنني أؤيد 100% ما قاله الأستاذ مزرق حتى أختصر عليك الوقت. وهو كذلك، الفكرة كانت واضحة. وأشكر ضيوفنا على الصراحة، وأشكر أيضا ضيوفنا على يعني وضع النقاط على الحروف في الكثير من المسائل. وكلما تعمقنا في هذا الملف نؤكد مرة أخرى أننا فعلا أمام أمور خطيرة بالنسبة للحدود، بالنسبة لخطة معينة للمغرب العربي. علينا أن ندركها على مستوى الجيش والدولة ككل موجودة، لكن أيضا على الفكرة أن تتخمر لدى الرأي العام لنملك فعلا هذه الجبهة الداخلية القوية التي تحتاجها الجزائر في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى. بروفيسور جدي، شكرا جزيلا لك. شكرا لدكتور نصر الدين بوسماحة. شكرا دكتور مختار مزراق، جزيل الشكر. بروفيسور إسماعيل دبش، شكرا جزيلا لك أيضا على الصراحة. شكرا للفرق التقنية بكل من الاستوديو بقسنطينة وكذا بوهران، وهنا بالاستوديو رقم 1 بقيادة المخرجة سهام خرشي. السلام عليكم. وما يحدث الآن ونتاج لمراحل سابقة، لسياسات سابقة. لو تداركت الأقطار المغاربية ما جرى في مصر وما جرى من قبل في العراق ويجري في اليمن، لا قامت بشيء. يظهر أن القادة المغاربة دون أن أسميهم، إما أنهم لم يدركوا هذا الخطر، وإما أن البعض منهم متواطئ مع أطراف أجنبية. إذن تدعم فكرة البروفيسور دبش ما يحدث في ليبيا لم يكن يمكن له أن يحدث دون تواطئ أطراف، دون ضوء أخضر، دون تواطئ أطراف مغاربية وعربية.
أنا لا أسمي دوري هنا ليس لتسمية الأنظمة، لكن لبيب بالإشارة يفهمه. والجميع هناك يفهم. أنظمة متآمرة وتآمرها ليس من اليوم. طيب حتى نوضح الصورة أكثر دكتور، غارة أمريكية على ليبيا الجمعة الماضي، الغارات ستأتي منتظرة وبتنسيق أكبر بين دول التحالف أو الحلف الأطلسي. النتائج الأولى كيف ستكون على ميدانيا عسكريا؟ من المتضرر بعد تونس ومصر والجزائر؟ لا قدر الله وتفاقمت الأوضاع، المتضرر الأكبر سيكون الجزائر، وهذا ما لا أتمناه بطبيعة الحال. الجزائر بثقلها بموقعها الجيوسياسي. نحن المستهدفون؟ نحن المستهدفون. نحن المستهدفون لأنه الجزائر كان لها مواقف في التاريخ، مواقف كبيرة. الجزائر من الدول التي عبأت العالم الثالث ضد السياسات الأمبريالية في مرحلة تاريخية ما. وليس صدفة كل الدول التي وقفت في وجه الاستعمار الجديد دفعت الثمن. يوغوسلافيا، العراق، مصر. يعني دكتور في النهاية الرسائل المتعلقة بالمناسبة بقيت بروتوكولية، لأننا نتفائل على الأقل بما جاء في رسالة الرؤساء. كنا قد لو تتذكر بروفيسور دبش كانت سنوات لم تكن حتى الرسائل لم تكن موجودة، فقلنا غاب المغرب العربي كاتحاد وكهيكل وحتى كرسائل تهاني بين الرؤساء. هذه المرة في رسالة السبسي، رسالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حتى العاهل المغربي، كانت هناك كلمات تقريبا متشابهة. هو هذا التهديد الأمني الذي يجب أن يلتقي بسببه القادة من أجل التنسيق. حتما الكل يشعر بالخطر، وخاصة هذه الأنظمة الثلاث. ليبيا انتهت، لم يعد هناك نظام في ليبيا. دول ثلاث، الجزائر، المغرب الأقصى وتونس، تشعر بالخطر. تشعر بالخطر، وإذا لم تسرع وتتدارك الموقف وتقوم بحد أدنى من التنسيق لمواجهة هذا الخطر، هذا هو السؤال الذي سيأتي عليها، سيأتي على المنطقة. واضح دكتور. ولو أننا سنطرح السؤال مباشرة على البروفيسور جدي في قسنطينة. أولا استمعت بروفيسور إلى ضيفين هنا بالعاصمة، هل توافق على ما جاء في التحليل؟ وسؤالي الثاني المباشر، كيف يمكن التدارك إذا كان فيه أصلا تنسيق بين هذه الدول الثلاثة؟ تفضل. شكرا أخي كريم على هذه الاستضافة، ومرحبا بزملائي في الاستوديو. أولا، هو بالنسبة لاتحاد المغرب العربي هو أكثر من مجرد تنسيق. يعني التنسيق هو الأمني الضروري الآن، هو سياسة من السياسات. الجزائر تنسق مع مالي، تنسق مع دول الساحل، تنسق مع أمريكا في مسألة الإرهاب، وليس بينها وبين هؤلاء اتحاد. شوف مليح المسائل في مجلس تعاون دول الخليج، لما كانت المسألة سياسات نوقشت داخل مجلس التعاون، تم التدخل العسكري في البحرين، وتم رسم سياسة القوة العربية، وتم رسم سياسة التدخل في سوريا، وعلى هذا الأساس تم إحراج المغرب، ورفضت المغرب استقبال أو عقد القمة العربية على أساس أنه ربما بعض الأطراف تسعى للتدخل العربي في سوريا. فالسياسات ترسم داخل الاتحاد. هل هذا الاتحاد الذي نأمل أن يكون إطار تشاور يتم فيه نقاش مثل هذه السياسات المتعلقة بالتهديدات الأمنية الآن؟ هذا هو السؤال. هل يعتقد القادة أن هذا الاتحاد هو إطار ضروري مهم لمعالجة مثل هذه السياسات ولتذويب الخلافات ولفهم حجم هذه التهديدات؟ أشك أحيانا أن الكثير لا يفهم ولا يقدر حجم هذه التهديدات. نحن الآن شوف مليح بالنسبة لليبيا، التدخل العسكري بدأ. هذه الحكومة هي من أجل شرعنة التدخل العسكري، من أجل شرعنة قيام قواعد عسكرية في ليبيا. التدخل العسكري تم حتى قبل أن تشكل هذه الحكومة. الاتحاد. بروفيسور جدي، التدخل العسكري
بدأ حتى قبل أن تشكل هذه الحكومة. نعم هو التدخل العسكري يحتاج فقط إلى حكومة تطلب هذا من المجتمع الدولي. يعني مسألة شكلية مش مسألة رسم سياسة. لكن الآن التدخل العسكري بدأ مع الضربة الأمريكية، والضربة الأمريكية كانت بالتنسيق مع الحكومة الليبية الموجودة الآن، وهذه لها أهدافها. يعني الآن لما نشوف الوضع في ليبيا الآن يجب أن يعرف الجزائريين، يعني الوضع في ليبيا الآن هو منقسم حقيقة، ما فيش دولة حقيقة، ما فيش حكومة، ولكن فيه جهة في الشرق وجهة في الغرب معادية لداعش. يعني داعش موجودة الآن في سرت وفي بعض المناطق. هل يمكن لهاتين الجهتين بحكومة وبتدخل إقليمي في إطار اتحاد المغرب العربي وفي إطار دولة قوية جارة اللي هي الجزائر شكل من أشكال التدخل أن يتم القضاء على داعش؟ يتم القضاء على داعش، لأنه كل المجتمع الليبي والمجتمع الإقليمي عدو لهذا الفصيل، ولأنه لا يملك امتداد كبير ولا يحتاج إلى تدخل دولي. إذا التدخل الدولي هو من أجل نقل الصراع. لاحظ أن القاعدة بدأت في آسيا ثم انتقلت إلى أفريقيا، داعش بدأ في آسيا ثم ينتقل إلى أفريقيا، في أجندة. إذن هذه تحتاج إلى أكثر من تنسيق. نحن الآن السياسة التي يجب أن ترسم، ونحن نتحدث عن اتحاد المغرب العربي الذي هو أضعف أشكال الاتحادات الإقليمية في العالم سياسيا اقتصاديا، من حيث الموارد، من حيث الدخل القومي، من حيث الناتج المحلي، يعني شيء عجيب، يعني شيء عجيب. حتى من حيث التفاوض مع الضفة الشمالية في أوروبا، دول هي اتحاد ولكن تتفاوض منفردة وتدفع ثمنا كبيرا. وهي الآن التنسيق في السياسات، يعني المغرب بينه وبين الجزائر نزاع، ليبيا الآن دولة غير موجودة، موريتانيا هي من أكثر الدول تخلفا، ولكن الجهتين الجزائر تجمع بين الجهتين. لماذا لا يجتمع القادة الآن ويتحاورون؟ ماذا نريد من هذا الاتحاد؟ ما هي التهديدات وما حجمها؟ كيف تتم مواجهتها؟ مش تتم مواجهتها تحت الطاولة. الجزائر تستضيف جهة ولها سياسة معينة مع ليبيا حتى لا تدخل في صراع مسلح، والمغرب تتجه إلى جهة أخرى، وتونس تتجه إلى جهة أخرى، وليبيا تدفع الثمن، ومنها بقية الدول تدفع الثمن الذي تدفعه ليبيا. أنا أظن أن رسم السياسات هو السبيل قبل التنسيق، لأنه الآن لا نختصر الأزمة الليبية، والإرادة غير موجودة، والتحالفات ما بين دول عربية وقوى غربية أقوى من التحالفات التي من المفروض أن تكون موجودة ما بين الدول العربية. في إطار وضع مأساوي ومؤسف. أنت كنت استشهدت من قبل بالتاريخ، نعم قلت التاريخ لا يرحم، نعم التاريخ سوف لن يرحم أحد. هذا الوضع مؤسف جدا، دول عربية متناحرة فيما بينها، وصلت إلى مستويات من العداء لا مثيل لها في التاريخ. دول عربية تتربص بدول عربية أخرى وأشد عليها من الدول الغربية، في بعض الأحيان حتى تنهى أنها تريد أن تنتقم ليس فقط من النظام لوحده، حتى من النظام والشعب. لهذا نقول لك أن المسألة أعقد بكثير. وهنا نعاود نقول ونرجع نأيد الأستاذ مزراق عندما تحدث في مداخلته السابقة وأشار إلى مسألة ضرورة مراجعة بعض المواقف في بعض الأحيان. نعم الجزائر موقفها حكيم عندما لا تنجر إلى النزاعات العسكرية، لكن في بعض الأحيان الأطراف التي تدعوها للحلول السلمية لا تستجيب. أليس من حق الجزائر أن تكون لها خطط بديلة وأن تفكر في أن يكون لها حلفاء على أرض الواقع، أن تدعمهم عسكريا لأن تحمي حدودها أو مصالحها أبعد من الحدود، أن يكون هناك طرف موالي للجزائر؟ بالله عليك هناك أطراف موالية لدول خليجية في دول في ليبيا، كيف لا يكون هناك أطراف موالية للجزائر؟ من حقنا أن يكون لنا هذا. وأردت فقط لو تسمح لي يا دكتور لو تسمح لي في هذه النقطة، يجب أن نلاحظ شيئا واحدا: التدخل العسكري الغربي الآن في كل الوطن العربي له نموذج واحد: قصف جوي مكثف من الدول الغربية، ومن يخوض العمليات الحربية
هم من أبناء البلد ومن أبناء الدول العربية، أن نفهم بأن الدم العربي أصبح بالنسبة لهم رخيصا إلى أبعد الحدود. يموت الآلاف ويموت قد ما يموت، لكن هم يكتفون بالقصف الجوي ويحققون أهدافهم ويكون لهم حلفاء على الأرض. هذه النقطة التي ينبغي أن نتوقف عندها أيضا. هذا هو شكل التدخلات العسكرية الحالية. كنت أريد التوضيح فيما يخص نقطة إيجاد حلفاء مسلحين في ليبيا. بالنسبة لنا نحن البلد الوحيد الذي يقف على مسافة واحدة مع كل الفصائل الليبية، لذلك عملت الجزائر على هذا التفاوض وعلى الحل السلمي الذي أصبح بصوت خافت اليوم وسط هذه التدخلات العسكرية والأجندة كما قلت أنت بالذات العسكرية. الخطط والاستراتيجيات الموجودة بين الكبار أكبر بكثير وأقوى بكثير من أي لقاء يكون بين الدول المغاربية للأسف الشديد. دكتور مزراق، ما دام تحدث عن فكرتك، إلى ما تدعون؟ إلى أن يغير الجيش من عقيدته؟ إلى أن نتدخل بشكل آخر؟ قد يفهم على أننا ندعو إلى تدخل الجيش خارج الحدود، وهي عقيدة التي يرفضها إطلاقا. دعني فقط أنبه إلى أمرين. تفضل. كثير من المحللين يتحدثون عن غياب طور الجامعة العربية التي هي في الحقيقة تحولت إلى فاجعة وليست جامعة، وهي التي تسببت في تدخل الحلف الأطلسي في ليبيا وعدم حزمها في كثير من المواقف في معالجة الكثير من القضايا، سواء تعلق الأمر بالعراق أو اليمن أو سوريا. فتح الباب على مصراعيه. على فكرة حتى البيان غير موجود. طبعا فهمت. الآن الحديث عن اتحاد المغرب العربي هو ضرب من الخيال. لم يعد هناك اتحاد، رغم شكل الاتحاد قائم، رغم أن الشعوب لو تتصفح الفيسبوك، لو تتصفح طبعاً المواقع، لا زالت الشعوب تحلم بهذا المغرب العربي المتلاقي بين الكل، وهذه الاتفاقيات بين البلدان، وأن تذهب إلى تونس وإلى المغرب وإلى موريتانيا. حلم الشعوب سواء في المغرب أو في المشرق أكبر بكثير من حلم الأنظمة. الأنظمة لها حلم واحد فقط: كيف تحافظ على نفسها ومصالحها، إلا من رحم ربي، حتى لا أقول كل الأنظمة، وهي قليلة، لأنه مسؤوليات درجات أيضا. نعم. وهي قليلة جدا. الآن هل مطلوب من الجزائر أن تكتفي بما فعلته حتى الآن في مواجهة هذا هو السؤال. مطلوب منها أكثر. أنا سبق وأن قلت ما معنى أكثر؟ هي لم تقم حتى الآن نتيجة معطيات لم تقم إلا بالحد الأدنى في رأيي. حتى اللقاءات التي يمكن لها أن تقوم، هناك أمور تقوم بها الجزائر في الكواليس ولا يتحدث عنها الإعلام. ألم يقل العمامرة نحن دبلوماسية لا تحدث الضجيج؟ فقط أنا نزيد ندعم الأستاذ كلام مزراق. نعم أستاذ. روسيا سوريا النقاش مفتوح. نعم. سوريا سمحت لروسيا للتدخل انقذت. على رانا قاعدين نشوفوا فيلم واحنا كل على فرنسا وامريكا، نروحوا لروسيا، نروحوا للصين، نروحوا على قاعدين لاصقين في امريكا وفرنسا. فرنسا عمرها ما تحب لك الاستقرار في المنطقه هذه، لان اعتبرها سلبت منها بالقوه وغيرها. الولايات المتحده لها استراتيجيه واحده اخرى متكيفه. كتبت الصحافه نعم. على ان روسيا قد تطالب الجزائر بالتدخل العسكري، هذا ممكن. نعم. انا نقول لك اكثر من هذه، اذا تسمح لي استاذ كريم واسمح لي استاذ مزراق تقهض ربما. تفضل. اولا لازم نحدوا المفاهيم باه نعرفوا كيف تعرفوا، لان زميلي الاستاذ كان يتعرض الى حلفاء الجزائر، تخلق حلفاء ليبيا. وين حلفاء؟ هذو مرتزقة، موظفين بلجيكيين فرنسيين، 1500 واحد فرنسي خالصين ما بين 1500 اورو ل 2000 اورو على حسب المهمة اللي يخدم بها، ما يسمعلكش. تقصد الموجودين في ليبيا وفي سوريا في التنظيمات الإرهابية. نعم. هذا موظفين. هذا مرتزق موظف لا ما يسمعش السياسة، يسمع التنفيذ فقط، تجيه الأوامر ينفذها. الجزائر ما عم تتعامل مع هذا الناس. زايد حاجة أخرى أستاذ، الناس راهي فاهمة الشعب الليبي 65% خارج ليبيا هرب. تقريبا مليونين في مصر. صحيح. مليونين في مصر وزوج ملايين و600. وزير الداخليه امس التونسي اكد 2 ملايين 700 ليبي، معناها تقريبا عندك بقاو 1.5 مليون فرغوها ليبيا يهيئوا فيها للتقسيم.
واتفاق الصخيرات. وهذا انا نقول لك هذا اللي راح نعيشوه، هذا واش راح نشوفه، هذا ما قاله الدكتور، هذا واش راح نشوفه، وضع راح نعيشوه. يهمنا نحن يا دكتور، يهمنا نحن. استاذ أنا سؤالي كان واضحا. أنا الدكتور مزراق يا بروفيسور لو سمحت. لو سمحت. الآن أنتما يعني اشتركتما في فكرة أن الهدف هو التقسيم. أوكي، التقسيم تفتيت ليبيا وتقسيمها بتواطؤ من ماذا عنا نحن؟ السؤال هل نبقى يعني حتى نربط الأمور ببعضها وأنت أدرى يا بروفيسور لو سمحت ثواني. توماس شانون موجود هنا بالجزائر، استقبل من قبل السلطات الجزائرية، قيل الكثير عن هذه الزيارة التي تزامنت مع الغارة الأمريكية على ليبيا. كريستوفر روس موجود هنا لتحضير زيارة بان كيمون، لكن يقال أيضا كلام آخر حول ربط القضية الصحراوية بما يحدث في ليبيا. هل بصراحة تتعرض الجزائر إلى خيارات أم تتعرض إلى ضغوطات أم أنها مجبرة على التعامل مع الأوضاع بشكل آخر؟ هذا هو السؤال الصريح. أنا أجاوبه بكل وضوح. تفضل. أولا إذا تلاحظ قبل 3 أسبوع 10 أيام سفينة الولايات المتحدة راحت للمخيمات. نعم. روس عنده شهرين هو يدور هنا. بان كيمون راح يجي على 6 مارس. كاتب الدولة أمس. نعم. هذه عملية تهدئة ومحاولة كسب الفات الانتباه حتى للتدخل الذي سوف يحدث، ومن خلال تصريحات العمام امس تحضيرنا لهذا التدخل. لا مش تحضير الجزائر، اعلام الجزائر، لا اعلام ولا تحضير. ما معنى؟ اعلام محاولة تهدئة الجزائر، لأن الجزائر ماخذة موقف قوي ضد التدخل، والعمام رأكد في مجرد تنسيق استخباراتي او تنسيق عسكري. اكثر من هذا، هي اكثر من هذا. التنسيق هو تبادل المعلومات، لكن الدول الحدودية التي ستواجه هذا الخطر هي تونس والجزائر. هل سنكتفي بالتنسيق بين تونس والجزائر؟ التنسيق موجود، الجيش موزع. ماذا تريد يا بروفيسور؟ بروفيسور لنتحدث، لنضع النقاط على الحروف. ماذا تريد أكبر من التنسيق؟ ماذا تريد؟ أكثر من التنسيق الاستخباراتي، أكثر من التنسيق العسكري. التنسيق سيأتي، لأنه التنسيق مسألة عسكرية استخباراتية. هذا يتم، التنسيق موجود، التنسيق موجود منذ سنوات. ولكن نريد رسم سياسات تبين اقتناع هؤلاء القادة بحجم اتحاد المغرب العربي، وأنه الإطار لمعالجة المشاكل. يا أخي مسألة الصحراء الغربية نضعها بين قوسين، مثل ما وضعت قبرص بين قوسين في الاتحاد الأوروبي. توضع بين قوسين، لا تؤثر تماما، ما تكونش عندها حتى علاقة به. هي مسألة أممية الآن، ويجب أن يقتنع القادة وينكسر الجدار الجليد بين القادة أن المسألة هذه ينبغي أن توضع بين قوسين، وإلا كل الأخطار، كل التخلف، حتى الضعف الاقتصادي يبقى مستمر. وإذا أردت أن نتحدث عن الضعف الاقتصادي لهذه الدول وأنها خاضعة للتبعية لدول أوروبا بسبب الاتفاقات المنفردة، بسبب هذا التنافس الخفي، بسبب التواطؤات من بعض الجيران من هنا ومن هناك، هذا سيضر. بروفيسور واضحة الفكرة. سوف أطرح السؤال على الدكتور نصر الدين بوسماحة الذي استمع إلى الجميع. هل يمكن وضع قضية الصحراء الغربية بين قوسين مثل ما وضعت قبرص بين قوسين كما يقول الدكتور أو البروفيسور جدي؟ قد يقول قائل اتحاد المغرب العربي تأسس في العام 89 والقضية الصحراوية كانت موجودة ولم يعرقل هذا أن يؤسس الاتحاد. اليوم ليست مسألة تأسيس أو هياكل أو غير ذلك، اليوم مسألة إرهاب تنامى، وضعية أمنية تحيط بالمغرب العربي قد تنسف بالكل. تفضل. شكرا. في البداية السلام عليكم وعلى ضيوفك الكرام والمشاهدين الأعزاء. السؤال الذي طرح: هل كان بالإمكان أن تترك قضية الصحراء الغربية مثل ما فعل الأوروبيون وتركوا قضية قبرص جانبا وأسسوا الاتحاد الأوروبي؟ أنا نرجع لك فقط إلى مسألة الإرادة السياسية. لو كانت هناك إرادة سياسية فعلية لبناء اتحاد مغرب عربي كتنظيم إقليمي يتولى المهام لتحقيق الأهداف التي أنيطت به، لا تمكنت هذه الدول أو القادة من وضع قضية الصحراء الغربية وقضايا أخطر منها وأسسوا
يتأسس هذا الاتحاد. لكن في ظل انعدام هذه الإرادة هناك في بعض الأحيان نختلق الأسباب ونتحجج بها ونتمسك بها حتى يمكن القول أنها تعيق بناء هذا الاتحاد المغاربي، لأن قضية قبرص في البداية كانت أعقد من ذلك، والقارة الأوروبية كانت تحمل خلفها تاريخ من الحروب والخلافات والنزاعات وحقائق كبيرة. لكن إدراك الأوروبيين فعل إرادتهم وتغيير العقليات والمبادئ التي بنيت عليها الدول الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية ولت قناعة بتأسيس هذا التنظيم. الآن في المغرب العربي هذا الشيء لم يتوفر لدى القادة، ممكن يكون على مستويات لدى بعض النخب المثقفة أو الجمعيات المحلية، لكن بالنسبة لصانع القرار حسب رأيي الشخصي هو غير موجود على الإطلاق. وراك قلتها الآن في السؤال لما طرحت، قلت الآن هناك تحديات جديدة، كان من المفروض هذه فرصة جديدة تقول بأن هذه التحديات تهدد هذه الدول في عمقها. أصبحت مسألة وجود هذه الدول ممكن أن تؤدي إلى كوارث بالنسبة لكل هذه الدول لأنها معنية بهذه التهديدات. كان عليها أن تتجاوز هذه الخلافات وتسعى إلى إيجاد إطار يساعدها على التعامل مع هذه التحديات. أعطيك مقارنة بسيطة، دائما نقارن العرب مع الأوروبيين، نقارن اتحاد المغرب العربي مع مجلس دول التعاون الخليجي، نعاني نفس المشاكل. لكن عندما بدأ ما نسميه بين قوسين الحراك العربي، مس سوريا، مس مصر، مس تونس، مس أيضا اليمن، ونذكر أنه مس أيضا البحرين. لكن دول مجلس التعاون الخليجي عندما أدركت أن انتشار هذا الأمر في البحرين سينعكس عليها اتحدت، اجتمعت في ظرف طارئ وسريع وليس في إطار جامعة الدول العربية، واتخذت قرارات وأنهت كل مظاهر الاحتجاج في البحرين. يا دكتور، ما الذي يمنع أن تجتمع دول المغرب العربي مثل ما اجتمعت دول الخليج لما شعرت أن تهديد البحرين هو تهديد لها بالكامل؟ اليوم ليبيا، ما يحدث في ليبيا، التدخل العسكري، وجود التنظيمات الإرهابية سيهدد الجميع. بصراحة ما الذي يمنع اجتماع القادة المغاربة؟ قلتها لك الآن من البداية، غياب أو انعدام إرادة سياسية صريحة وواضحة لبناء هذا الاتحاد من أجل أن يكون كتلة للدفاع عن مصالح هذه الدول. الآن هنا ممكن نفتحوا نقاش ونتكلموا، ممكن تقول لي هي دول خمسة. الآن ليبيا أين نبحث عن هذه الإرادة؟ ليبيا من قبل الدولة لم تكن موجودة بالنمط التي كانت فيه، وحاليا هي مفككة وفيها فوضى كبيرة. تونس تعاني أزمات داخلية كبيرة وتحتاج إلى مساعدة. موريتانيا أيضا مسألة الانقلابات والضعف الداخلي وحتى الضغط الذي تتعرض منه دول أوروبية. أيضا بالنسبة للمغرب الشقيق هناك أيضا حسابات مع دول أخرى، فيه نوع من التحالف السياسي مع فرنسا، ونعرف بأن فرنسا تدفع بقوة وبقوة كبيرة نحو تدخل عسكري في ليبيا. فرنسا هي سبب المأساة الليبية الحالية، يجب أن نذكر هذه 3 سنوات 4 يمكن نسيانها. فرنسا كانت وراء مقتل القذافي، الرئيس ساركوزي وقتها. يعني كان هناك قضايا لو أثيرت حول ما يتعلق، الآن أصبح القضاء الفرنسي يثير هذه مسألة تمويل الحملة الانتخابية للرئيس ساركوزي. لم يتم تمويلها فقط من أموال السيدة العجوز بيطونكور أو بعض الشركات التي تلاعبت، أيضا كان هناك تمويل غير شرعي من نظام القذافي، وتدخل كان دفع إليه النظام الفرنسي بقيادة ساركوزي، أطاح بنظام القذافي وكان وراء مقتل الزعيم الليبي معمر القذافي. إذا هناك الأمر لا يجب أن نحصر التدخل العسكري فقط في هذا الأمر، هناك حسابات أخرى. يجب أن لا ننسى بأن ليبيا هي بلد نفطي غني جدا، فيه ثروة طبيعية هائلة، الكل تسيل لعاب الكل يحتاج إليها، مساحة جغرافية كبيرة، هي بوابة لشمال إفريقيا. أيضا مسألة تدفق الهجرة التي أثرت على أوروبا، التحكم فيها ينبغي أن يتم من الأراضي الليبية وليس في البحار. هذه واحدة أيضا من الأمور التي تدفع نحو دكتور بوسماحة، واضح ولو أنك لم تجبني على سؤالي، قلت لماذا أنت قلت لي غياب الإرادة، وأنا أسأل مرة ثانية وعليك أن تجيب بعد قليل، لماذا لا توجد هذه الإرادة؟ من المرتبط بالأجندات؟ من المرتبط بمصالح؟ لنقل الأمور كما يجب أن تقال، حتى لأن التاريخ لا يرحم، ومن طبيعة التاريخ أيضا ألا ينسى. نلتقي بعد قليل.
المغرب العربي، التحدي الأمني في صلب نقاش برنامج في دائرة الضوء. هذه الأمسية كنا قد توقفنا بروفيسور دبش عندما قاله الدكتور نصر الدين بوسماحة، وقبلها البروفيسور جدي، غياب الإرادة. يجب وضع القضية الصحراوية بين قوسين كما فعل الأوروبيون بالنسبة لقضية قبرص والمغرب ضمن الاستراتيجية. وهناك تنافس بين الدولتين لفرض إرادتهما في المنطقة. لذلك كتب اليوم مع فارق، نعم، أن الجزائر تعتمد على إمكاناتها وقدراتها بالنسبة للتسلح وغيره. أما المغرب فالذي يدفع فاتورات المغرب هي دول عربية لا أذكرها بالاسم، معروفة، هي معروفة لدى الجميع. طيب يراد للبلدين أن يدخلان في سباق تسلح؟ أن يدخل في سباق تسلح، ولما لا أن يدخل في صدام مباشر. والمستفيد من ذلك هي قوة إقليمية في المنطقة. كلام مهم جدا. وفي مقدمتها إسرائيل. أنا أصر في كل مرة، أنا اللعبة الأساسية وأنبه هي إسرائيل إلى هذا، وحتى بالنسبة لسوريا هي حماية إسرائيل بطبيعة الحال. كلام مهم جدا. بروفيسور جدي، ما رأيك في هذا الاستنتاج الذي خرج به الدكتور مختار مزراق؟ تفضل. وفي الحقيقة فيه بالنسبة للأمريكان والفرنسيين يتعاملون مع هذه الجهة على أساس أنهم حراس لأجيالهم ولثرواتهم المستقبلية، لا يتعاملون معنا في إطار التنمية. نحن حينما يأتي مسؤولو هذه الدول يتحدثون فقط في ملفات الإرهاب، رغم أنها مهمة، ملفات الهجرة، ملفات الجريمة المنظمة، ملفات الساحل، لكن الكلام القليل أو حجمه قليل فيما يتعلق بملفات التنمية. فنحن ما زلنا يراد لنا أن نبقى خاضعين اقتصاديا وسياسيا. المنطقة هذه يراد لها حقيقة عدم الاستقرار والتفكيك، لكن أنا لا أسير إلى درجة أنه يراد إنشاء حرب بين المغرب والجزائر. لا، هذا غير ممكن، ولا أظن أنه هذا موضوع الآن. صحيح أنه يكفي المشاكل بين البلدين، يكفي غلق الحدود، يكفي ملف المخدرات، يكفي هذه المسألة التي أعاقت كل أنواع الاتحاد والتنسيق والتكامل الاقتصادي. يعني فيه الكثير من القرارات يا أخي، لو طبقت هذه القرارات لزادت في موارد هذه الدول. في الكثير من القرارات لو طبقت ما كان هناك فراغ سياسي وفراغ تستغله دول أخرى، سواء كانت دول عربية ولا دول غربية، وتدفع هذه المنطقة إلى نوع من سباق التسلح. في كل سنة لما تنشر التقارير، يعني الجيش الجزائري والجيش المغربي يتصدران، يعني وراء دائما الجيش الجزائري يتقدم على الجيش المغربي، ولكن دائما في صعود، فيه نفقات تسليح حتى بالنسبة لدول الخليج. في عشرات الآن روسيا الآن وهي في حربها الإجرامية ضد سوريا أيضا تسوق وتبيع الأسلحة لدول الخليج، وتساعد الفصائل يعني الفصائل والميليشيات مثل الفصائل الكردية وغيره، وتفتح لها الطرق وتدعمها، رغم أن السياسة العامة هي محاربة كل من يحمل السلاح ضد الدولة. فلا شك أن هناك الدول العربية أيضا تسلح جماعات مسلحة في سوريا. بعض دول الخليج أيضا تسلح جماعات مسلحة في سوريا. نعم، هناك نعم، هي فيه استراتيجية. هذه الدول كلها، حتى التدخل السعودي اللي تنادي بالتدخل السعودي والتركي داخل سوريا هو لإيقاف روسيا ولإنقاذ المناطق التي يسيطر عليها الثوار. ولكن حتى روسيا هي غير بريئة من هذا، فالجميع يهدم. الحرب لا تأتي بحل، وهذه الحرب يراد لها أن تنتقل إلى ليبيا، لتنتقل وتتغذى من النزاعات. أنا الذي أريد بالنسبة للجزائر هي القاطرة، هي الدولة القائدة لقاطرة المغرب العربي، وراها مباشرة هي المغرب، لأن المغرب تمتلك من البشر وتمتلك من الإمكانيات ما يثري الجزائر، وما تثرى به هي من الجزائر. فترسيم نكون شجعان، القادة ينبغي أن يكونوا تستدعى قمة الاتحاد المغربي لتناول هذه المسألة، ويكون فيه شجاعة في الطرح. انتهى عصر الآن فيه شجاعة، الآن دول دخلت في الحروب. لاحظ جيدا كيف السعودية في 4 سنوات تدخلت في 3 دول، يعني كانت غير معروفة السعودية على الساحة الدولية، غير الدولة فقط تبيع النفط وعندها بعض المواقف لا بد من قراءتها وتأويلها. لكن الآن مواقف واضحة، 5 سنوات تدخلت في 3 دول، هذا لم يصرح حتى الولايات المتحدة الأمريكية.
الآن الدول ينبغي أن تكون صريحة الآن في اتخاذ مواقفها. لابد أنه الآن نسير خطوات شجاعة. ترسيم الحدود مع المغرب ينبغي تكون فيه شجاعة للشعبين للقيادتين. والناس يستوعبون في السياسات في التدريس يستوعبون هذه المسائل. بروفيسور دبش يريد فقط أن يتحدث بخصوص بعض النقاط التي أثرتها. تفضل بروفيسور. لا، أولا السعودية ليست لها إرادة سياسية محلية بذاتها أكثر منها تدخل في إطار الاستراتيجية الغربية، ودول الخليج بصفة عامة هي تتدخل لتجسيد الاستراتيجية الغربية التي انطلقت في 2011. وتلاحظ أن ما هو موجود الآن أن هناك تصنيفات. الذين هم ضد الأنظمة الشرعية يسمون بالديمقراطيين المعتدلين والمسلحين المعتدلين، والعكس صحيح. الآن لما دخلت روسيا في وهنا أجيب السؤال اللي طرحته على الأستاذ مزراق، أنا أتفق مع الأستاذ مزراق، أن لما دخلت روسيا كشفت العملية أن هؤلاء لا علاقة لهم بما يسمى أنهم مرتزقة موظفين، بغض النظر عن الفرز مسلح معتدل ومسلح غير معتدل. نفس الشيء في ليبيا يا أستاذ. لماذا أمريكا الآن تدخلت وضربت في الجمعة الماضية ضربت أنصار أطراف لا ينسجموا، أطراف إرهابيين، وتركت إرهابيين آخرين. هي تعلم أين يتواجدون، تعرف أين يتمركزون، كل شيء موجود. كل الميليشيات الموجودة في ليبيا كلهم إرهابيين. لماذا مجموعة يطلقوا أنهم إرهابيين ومجموعة غير؟ إذا مشينا حتى في سوريا سميت الكل إرهاب. نعم كلهم إرهابيين. إذا صنفنا أن هناك إرهابي معتدل وإرهابي غير معتدل، نحن نؤسس للخطر الكبير. طيب سأعود إليك بروفيسور، سأعطي الكلمة حتى لا ننسى إلى دكتور نصر الدين بوسماحة. دكتور نصر الدين بوسماحة، أنت تحدثت عن الإرادة وأنا عقبت على كلمة الإرادة. أضاف لنا البروفيسور جدي الشجاعة. القمة المغربية هل ستكون حلا ولو مؤقتا لتلاقي الرؤى؟ هل هذا ممكن؟ شكرا. وربما أتدارك مسألة لأقول لك بأن البروفيسور جدي كان أحسن تعبيرا مني عندما قال الشجاعة وليس الإرادة. فقط أذكر ما قلت لي في تعقيبا على سؤالي. في البداية كنت أظن أنني كنت واضحا عندما قلت لك أن ليبيا غائبة، تونس في ورطة، موريتانيا أيضا لا تلام كما قال الأستاذ مزرق، هي الحلقة الأضعف. وأعتقد أنني كنت صريحا عندما قلت أن هناك تحالف وتوافق سياسي عجيب ما بين المغرب وفرنسا باعتبارها أكبر دافع للتدخل العسكري في ليبيا. وأتذكر أننا في حصة سابقة كنا تحدثنا عن المبادرات ذات النوايا الصادقة للجزائر لحل الأزمات بشكل دبلوماسي، ولها خبرة ومصداقية كبيرة في هذا المجال، لكن للأسف كان دائما يشوش عليها بمبادرات جانبية ليس الغرض منها الحل ولكن إضعاف المبادرات الجزائرية. وكان عندنا مؤتمر صخيرات اللي تكلمنا عليه. الآن هنا نعود إلى نقطة ثالثة، هل يمكن أن تكون لقمة عربية مغاربية أمل أو قدرة على إيجاد حلول أو مغاربية؟ دكتور قمة عربية مغاربية وليس عربية. العربية رفضها المغرب وموريتانيا لن تستطيع، والسعودية قد تستضيف القمة للم شمل التحالف ضد الإرهاب. أتحدث عن المغاربية، لكن عفوا القمة المغاربية. دعني أعمم، لا قمة ليبية ولا قمة مغاربية ولا قمة عربية قادرة على أن توجد استراتيجية وتوحدها وتضع طريق معين لمواجهة هذه المخاطر، لأن الشجاعة غير موجودة. يمكن للتنسيق أن يبقى بين الجزائر وتونس. غياب الإرادة معناه أن المغرب العربي سيلغى كفكرة أم ماذا؟ ما الذي يحدث بروفيسور؟ بصراحة. شكرا أستاذ كريم. أولا بالنسبة لقضية الصحراء الغربية، أنت أجبت جزء منها، أجبت عليها فيما قلت أن القمة العربية الاتحاد المغربي تأسس والقضية الصحراوية كانت موجودة فعلا. إذن وكذلك نزيد نروح معك في هذه أن قضية الصحراء لم تكن موجودة والمغرب ضرب الحدود الجزائرية في 63. صحيح. إذا المشكل بين المغرب والجزائر لا علاقة له بالقضية الصحراوية. المغرب هو الذي يفتعل قضية الصحراء الغربية اللي هي قضية أممية، قضية بين المغرب وقضية بوليزاري، والمغرب يريد أن يلصقها بالجزائر. يقدر يلصقها بأي دولة، عندك 100 دولة تعترف بالصحراء الغربية، إذا كلهم معنيين بهذه. الجانب الآخر أستاذ كريم، ما نظلمش الجزائر.
بالنسبة أن الجزائر، احنا في العلوم السياسية ندرس واحد النظرية يقولها النظرية الوظيفية الجديدة اللي تتكلم عن التكامل في العلاقات الدولية، تتكلم عن التكامل. الجزائر جسدت الوظيفية الجديدة ودول المغرب العربي الآخرين ما جسدوهاش. ما هي الوظيفية الجديدة؟ أن الدول التي تجمعها ثقافة وحدود ولغة ما يجعلوهاش أولوية في البداية، يجعلوا المصالح الاقتصادية هي الأساس. جسدت المصالح الاقتصادية. أنبوب الغاز وين راه يمر؟ يمر على المغرب. احنا عندنا تقريبا 4 ملاير مع المغرب الآن دولار تجارة واقتصاد. المستفيد الأول من هذه الدرجة الأولى هو المغرب. يمر على تونس. نعم، ونفس الشيء، وأنا جايك لتونس نفس الشيء. الجانب الطرقات، الجزائر جسدت 1200 كيلومتر من المغرب إلى من الحدود إلى الحدود. صحيح. هذا مشروع اتحاد المغرب العربي يصل حتى نعم. حتى مشروع اتحاد المغرب العربي المغربية. العلاقات مع تونس 60% من السياحة. وزير السياحة ورئيس الحكومة التونسي أتى زار الجزائر في أفريل ولا في مايو السنة الماضية من أجل تشجيع السواح الجزائريين باه يروحوا لتونس. والجزائريين يشكلوا رصيد كبير الآن إلى تونس. وأنقذوا موسم الاستواء. الآن إذا موضوع أن الإرادة السياسية غير موجودة في الجزائر. بالعكس الإرادة السياسية عند الآخرين غير موجودة. لماذا؟ أستاذ كريم، لماذا؟ نعطيك الدليل. احنا عشنا الإرهاب في التسعينيات، شكون اللي يقف معك؟ ولا واحد يقف معك. احنا كنا تحت وضع خطير جدا، وهذو كل الدول ما كانوا سجناء أو سجيني إرادات أخرى اللي كانت تعمل للإرهاب في الجزائر. على الأقل تونس لم تغلق الحدود. أستاذ مزرق أشار إلى نقطة مهمة جدا. الدول اللي تبنت مواقف ضد الكيان الصهيوني، جبهة الصمود والتصدي، كلها ضربت. العراق، اليمن، الجزائر، ليبيا، سوريا، ومنظمة التحالف الفلسطينية خلقوا لها حماس وكذا وقسمها. اسمح لي. نعم ندمع مواقف القوية للجزائر، مواقف ثابتة للجزائر. إذا ما لازمش أبدا أننا نصغر من هذا الجانب، ومش ممكن أبدا نفكر بأن قضية الصحراء الغربية هي قضية 100 دولة تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية، وقضية كل ربما يا دكتور ربما البروفيسور جدي يقول يعني بين قوسين ما نعملهاش في قوسين. لا، هو قال دعوها في اطار الامم المتحده. لا وضحت على الاقل راني وضحت. ساعطيه الكلمه. لا طيب ساعود اليك بروفيسور. اسمح لي يا استاذ ننهيك النقطه هذه فقط باختصار. كاتب الدول الامريكي كثير منا يتكلم بمغالطه حول ماذا؟ مثلا اذا تبنينا بان القذافي ونظام القذافي أطيح به لأنه لم تكن له جيش قوي ودولة قوية. أنت تعرف وأنا نعرف الذي قتل القذافي وأطاح بنظام القذافي هو الحلف الأطلسي وليس الشعب الليبي. أكيد. إذا كانت تبنينا الموقف المقاربة الغربية بأن الشعب الليبي هو الذي أطاح والحلف الأطلسي، أنا نقول لك الحلف الأطلسي هو الذي أطاح بالقذافي. وإذا تبنينا موضوع التدخل أننا نزكي أي تدخل أجنبي اللي طاح بجميع الأنظمة الأخرى. إذا لابد نفهم الدروس كما أشار الأستاذ مزاق، نتعلم الدروس من الحديث نتاعنا. إذا ما لازمش أبدا ننساق وراء إعلام قوي، وراء سياسة قوية لفرض طروحات تاع مغالطة وليست واقع. يعني طيب دكتور مختار مزراق، إذا غابت هذه الإرادة لنكون صرحاء، الرسائل إذا تبقى بروتوكولات، تبقى كلمات فضفاضة مناسباتية في ذكرى تأسيس اتحاد المغرب العربي، في الوقت الذي يتحدث البعض فيه عن فتح الحدود البرية. لكن أعتقد الأهم هو هذا التنسيق الأمني، الأهم هو تجارة المخدرات والجريمة المنظمة، هو الجماعات الإرهابية التي وبفعل وبسبب التدخل العسكري والقصف الجوي قد تصل إلى الحدود الشرقية لليبيا وهي مع الجزائر، إلى التهديد على تونس وعلى موريتانيا. يعني أنت قلت منذ قليل ربما لا يدركون، لهذه الدرجة لا يدركون؟ طالب في العلوم السياسية سنة أولى يدرك هذه المخاطر، الذي لم يدرس حتى لا، ربما عندما قلت هم لا يدركون أنا لطفت من تعبير متعمدون. البعض فيهم متآمر هكذا هو وتابع مسلوب الإرادة. بعض الأنظمة في المنطقة وليس في المغرب العربي فقط، في المنطقة العربية مسلوبة الإرادة، هي عبارة عن بيادق لتنفيذ استراتيجيات. طيب إذا كان الأمر هكذا دكتور سأسرع، إذا كان الأمر هكذا ما هي الاستراتيجية التي يراد للمنطقة أن تكون عليها بصراحة؟ المزيد من التفتيت، المزيد من التجزئة، حتى تتمكن الدول الغربية
من الاستحواذ على الثروات، ما بقي من ثروات، حتى تتمكن من الدفاع عن أمنها وأمن إسرائيل. طيب تفتيت ليبيا، تقسيم ليبيا، تقسيم ليبيا، إنشاء قاعدة عسكرية بتونس، طبعا. ونحن أنا مع الأستاذ دبش. الجزائر بثقلها تاريخي وموقعها الجيوسياسي وإدراك بعض قادتها لما يجري في المحيط في الجوار وفي العالم، يمكن لها أن تلعب دور، إنه السياسة أولويات، ترتيب لأولويات. الأولوية اليوم بالنسبة لأقطار المغرب العربي قالها صراحة لتوماس شانون أو توماس شانون عفوا، قال بأن الجزائر ترفض هذا التدخل العسكري، وكان حتى في اللقاء الذي جمعهما كان موقف الجزائر صريح. لا، وهي محقة بذلك. وتوماس شانون هنا في الجزائر، كريستوفر روس أيضا موجود لتحضير زيارة بان كيمون. هل أمريكا تريد للجزائر أن تلعب دور ما دكتور؟ أمريكا وفرنسا يسعوا بشتى الطرق لإقحام الجزائر وتخليها عن بعض المبادئ التي سارت عليها حتى الآن. ومن ضمن هذه المبادئ مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير. لكن الأمر تجاوز ذلك. الآن ما يجري في ليبيا هي حرب حقيقية وتدخل عسكري أجنبي. لا يمكن للجزائر أن تبقى متفرجة. أكيد. أنا لا أدعو لتدخل الجزائر، لكن لا يمكن أن تبقى متفرجة. واضح. مبدأ أو الدعوة لمبدأ عدم التدخل تجاوزت في الأحداث اليوم. في تدخل. عقيدة الجيش في تدخل. عقيدة الجيش الجزائري. لكن تدخل قائم. في ليبيا تدخل قائم. الحدود. لا يمكن أن تكتفي بذلك؟ والله هذا حد أدنى. بمعنى أن الحد الأدنى اليوم أن تؤمن الجزائر حدودها مع ليبيا وغير ليبيا. يقوم الجيش بذلك. كانت هناك حالة استنفار قصوى على بالنسبة للجيش على مستوى الحدود الشرقية. هذا الحد الأدنى. الحد الأدنى. لابد للجزائر أن تضغط بكل ما لها من ثقل في المنطقة على إيجاد حل سياسي والإسراع في ذلك، وإلا ستتجاوز الأحداث الجميع. وأقرب البلدان إلى ليبيا جغرافيا وتاريخيا هي الجزائر. طيب بالنسبة للمغرب وموريتانيا، أنت مع احترامي للدول، موريتانيا لا ثقل لها في المعادلة. لا ثقل لها، لكنها دولة تونس لا ثقل لها. ليبيا تدمر. لم يبقى في المنطقة إلا الجزائر والمغرب.